عبد الرحمن كرة لدومينيك راسية لكن لمحمد مصطفى وخطأ كبير والكرة في المرمى. جول عن طريق أيمن عبد الرحمن يسجل، يفاجئ المريخ بأول أهداف المباراة في هفوة كبيرة كانت بين محمد مصطفى وأيمن عبد الرحمن في المتابعة. نجح المهاجم أيمن عبد الرحمن في تدوين الهدف الأول. سنرى ونتابع في الإعادة الكرة الماضية اللي كانت ملعوبة من الصادق حسن والرأسية اللي كانت من دومينيك أبوي. محمد مصطفى كرة لم يتصدى لها بالطريقة المثلى ووجدها أيمن عبد الرحمن. نجح أيمن عبد الرحمن كما نرى ونتابع في تدوين أول أهداف المباراة بكرة مرت على محمد لأصحاب الرؤوس من جانبي المريخ. كرة ملعوبة عرضية وأحمد عبد العظيم خروج وكرة في المرمى. جول عبر محمد. كرة سقطت من أحمد عبد العظيم والعرضية اللي كانت من الكولومبي برايان والكرة الماضية وجدها محمد كسرى بالقدم اليسرى وفي الزاوية اليسرى يدور التعادل، يسجل التعادل، يعيد المباراة إلى برايان في المرمى. هدف مريخي عبر برايان أديلسون عن طريق ركلة جزاء. وضع الكرة في المرمى أديلسون عبر ركلة جزاء. نجح في التعزيز وتسجيل ثاني الأهداف بكرة رائعة في المرمى. هدف ثاني عن طريق تحت أنظار البرازيلي ريكاردو بعد مرور 3 دقائق من شوطي المباراة الثاني. لشوطي المباراة الثاني ركلة جزاء للأهلي الخرطوم. أيمن عبد الرحمن في حوار مع محمد مصطفى. أيمن عبد الرحمن محمد مصطفى لمن تكون الغلبة في ركلة الجزاء القادمة لأهل الخرطوم. ركلة جزاء أيمن عبد الرحمن ومحمد مصطفى. أيمن عبد الرحمن يضع الكرة في المرمى، يسجل أيمن عبد الرحمن من جديد، يعود ويهز شباك المريخ للمرة الثانية في هذه المباراة. أيمن عبد الرحمن وضع الكرة في المرمى، سجل التعادل لفريق أهل الخرطوم. أيمن عبد الرحمن هداف الأهلي في الدوري الممتاز يسجل عبر ركلة جزاء. وضع الكرة وين يا محمد مصطفى صعبة في زاوية مستحيلة. ينجح الأهلي. صفاري يتألق في إبعاد كرة أمام هذا اللاعب الكولومبي برايان أديلسون. تحولت لركلة ركنية. هل ينجح المريخ في تسجيل هدف ثالث والاستفادة من الكرات الثابتة من جانب هذا الكولومبي برايان أديلسون يلعب الركنية داخل منطقة الجزاء والرأسية في المرمى. الهداف بكرة رائعة في المرمى. كرة ملعوبة من برايان والرأس الذهبية محمد كسرى يسجل ثالث الأهداف في هذه المباراة. المدافع الهداف محمد كسرى غاب صلاح نمر وحضر كسرى وسجل الثنائية في هذه المباراة. إذن المريخ يسجل ثالث الأهداف عبر المدافع.